السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم فيديو جديد. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا معايا في القناه لو لسه مش مشتركين. ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديوهاتي، كل جديد هنعمله وبنعمله. النهارده جايلكم طريقه الكايزر. العيش الكايزر حاجه خفيفه وسهله لولادنا وكده، تنفعهم في السندوتشات، تنفعهم لو انت عامله برجر، اي حاجه في البيت. اول حاجه جهزنا العجين. كيلو ونص دقيق، عليهم معلقتين سكر، معلقتين خميره، ذره ملح، ونعجن بقى، وبيكنج باودر، وميه دافيه للعجن عشان احنا في البرد وكده. بنحط الميه شويه شويه، ما بنحطهاش مره واحده عشان نقدر نتحكم في العجينه بتاعتنا. واهم حاجه بقى في العجينه ده الوقت، وان انت تدي لها حقها، مش ان انت تحطي الميه وتعجنيها مره واحده وخلاص على كده. لا، تدي لها حقها كويس قوي في العجن زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. الكايزر ده سهل جدا وطريقته خفيفه وحلوه وهتعجبكم. هتنفعكم في السندوتشات زي ما قلت لكم، للحضانه، للمدارس، في البيت حابه تعملي اي وصفه شغاله معاكي فيه. شايفين العجن؟ اهم حاجه زي ما قلت لكم، العجن جامد ليها جدا لغايه اما العجينه تلم نفسها معانا وتشد وتبقى كويسه خالص. خلاص خلصنا مرحله العجن على كده. هنسيب العجينه ترتاح مش اقل من نص ساعه، يعني لو اكتر نص ساعه مفيش مشكله. هنجيب الصواني الفرن بتاعتنا اللي هنعمل فيها، وهنجهز سمسم، وهنجهز بيضة نخفقها بشوية فلفل أسمر على جنب. هنكور العيش بتاعنا على حسب الحجم اللي احنا عايزينه، عيش الكايزر، وهنعمله على حسب الحجم زي ما قلت لكم اللي احنا عايزينه، ونقطعه ونرصه في الصينية. بس هنسيب مسافة عشان العجين هيزيد من الخميرة، هيتفاعل، فيبقى فيه مكان ان هو يعني تاخد راحتها فيه. وهنبتدي نرصه في العجينة بقى، في الصينية العجين بال يعني بالشكل اللي انتوا عايزينه على حسب ذوقكم كده. وهنجهزه في الصينية ونحط بقى في الصواني بتاعتنا على حسب العجين بتاعنا، ياخد صينية او اتنين او اكتر. ونرص بقى زي ما انتوا شايفين كده. خلاص انا كده كورت يعتبر اول صينية معايا. هشيلها بقى على جنب ترتاح وهغطيها، وهبتدي ارص الصينية التانية. انا كنت عملت الصينيتين دول زي ما انتوا شايفين كده، برضو هرصها زي التانية بالظبط. وزي ما قلت لكم على جنب انا دهنه الصينيه قبل اي حاجه شويه زيت، وعلى جنب مجهزه السمسم اللي هرشه على الوش، ومجهزه البيضه عشان تدي يعني مخفقاها بشويه فلفل اسمر عشان تدي لون حلو للعيش الكايزر لما يطلع من الفرن. هنا بقى بجهز الصينيه وبرص العيش اهو خلاص كده بالطريقه اللي انا عايزاها، وكل واحد على حسب هو عايز ايه. اهم حاجه المسافه يا جماعه، زي ما انتم شايفين كده ان انا سايبه مسافه العيش ياخد راحته فيه. خلاص اهو خفقت البيضة. هبتدي امسح وش العجين كله بصفار البيضة ده عشان يدي لون ولمعة حلوة قوي للعجين وهو طالع من الفرن. حجم العجين ده هيتضاعف معانا لسه زي ما قلت لكم. فهنفرش بقى خلاص، هندهنها زي ما انتم شايفين كده. وبعد ما ندهنها هنحط برضو سمسم على الوش. عندك حبة البركة حطي، قرفة عايزة تحطيها حطي، سمسم اللي انت عايزاه، سكر بودر برضو عادي على حسب الذوق وعلى حسب انت عايزة ايه. المتاح عندك برضو. انا يعني ما بحبوش لا القرفة ولا حبة البركة، فرشيت السمسم. كل واحد على حسب هو عايز ايه وعنده ايه وكده وحابب يعمل. خلاص كده عملت العجين كله زي ما انتم شايفين. هشيل الصينية برضو على جنب ترتاح، واجيب الصينية التانية واعمل فيها نفس اللي انا عملته في دي بالظبط كده. هنبتدي بقى نجيب السمسم اهو زي ما انتم شايفين، وارش كده على الوش شوية. السمسم حلو جدا، مفيد وصحي، وكله معادن وفيتامينات بصراحة للأطفال، حلو جدا مغذي. هنا بقى خلاص اهو برش السمسم. العيال كانوا مبسوطين بيه جدا ان هو ياخدوه في اللانش بوكس في السندوتشات، وعلى حسب احنا هنحط لهم فيه ايه بقى، برضو جبنه رومي، لانشون، شاورما، برجر، اللي انتوا عايزينه اعملوه فيه، والله لو جبنه، طالما العيال مبسوطه وكده. هنا بقى الصينيه التانية زي ما انتوا شايفين، انا خلصت الاولانيه خلاص ورشيت السمسم وجاهزه على الفرن، بس بسيبها برضو ترتاح 10 دقايق. هجيب الصينيه التانية واعمل نفس اللي انا عملته فيها. هرش كل العجينه، همسحه بالبيض كده مسحه سريعه بالفرشه، وهرش عليها برضو كلها سمسم. انا بحاول اوريها لكم برضو اهو عشان تبقوا شايفين اللي انا عملته ايه. وهرش برضو سمسم عليها كلها، وهسيبهم برضو 10 دقايق يرتاحوا في الفرن بتاع البوتاجاز، وبعدين اوديها في فرن الغاز اللي انا هعمل فيه احطها فيه.
هما ارتاحوا من 10 دقايق بعد ما حطيت عليهم السمسم. سبتها ارتاحت من 10 دقايق لربع ساعه عشان تبقوا عارفين بالظبط. خلاص كده هسيبهم يرتاحوا زي ما قلت لكم، بعدين نشتغل بقى ايه، نحطها في الفرن. انا مولعه الفرن بتاعي برضو على مهدياه عشان ساعه ما احط العجين فيه إيه يبتدي بقى ايه ياخد حراره الفرن كده على هادي. شايفين النار هاديه ازاي، مش بعلي عليه. وشايفين العجينه زادت شويه ازاي، غير ما هي لسه هتتضاعف في الفرن كمان من الخميره والنار. إيه درجه الحراره خلاها تتضاعف كمان غير ما هي تضاعفت دلوقتي من ان انا سبتها ارتاح. خلاص كده طلعت الكايزر بتاعي، كان تحفه، شكله وطعم وكل حاجه بصراحه كان وهم. ده شكله في النهايه وكان قطني جدا. وشايفين تضاعفت ازاي في الفرن، تحفه. والله الوصفه دي تحفه، هتعجبكم جدا. جربوها ما شاء الله عليها. دول الصينيتين بتوعي بعد ما طلعوا، بشوف ارضيتها بوريها لكم، كانت حاجه جميله. كلنا قاعدين نمسك فيها، شايفين العجينه هشه وطريه، كانت حاجه قطنيه بجد. ده العجين اللي هو بتاع ال10 دقايق اللي ما بياخدش وقت ولا مجهود، وفي نفس الوقت حاجه في البيت صحيه. ما تنسوناش بقى في لايك وشير سبسكرايب للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.